مصافحة فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم. عندنا حتى الصورة نتاع حسام عبد المجيد يرفض مصافحة فوزي لقجع خلال استلام ميداليات المركز الثاني. فهذا هذه اللقطة بالذات، طبعا هذه هي الصورة استقبلت، هذا مواقع مصرية كتبت اليوم: رفض مصافحته نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج. صافح الجميع، نظن ماشي برك اللاعب حسام عبد المجيد، بل كاين لاعبين أو ثلاثة. فوزي لقجع مد يده للمصافحة وهم رفضوا. لماذا؟ السؤال الذي يطرح. طبعا المنتخب المصري كان رافض لطريقة طرد أحد اللاعبين، طرد محمود صابر لاعب المنتخب المصري بعد حادثة مع لاعب من المنتخب المغربي، ولكن أيضا لأن فوزي لقجع باتت سمعته تسكم الأنوف. الجميع بات يعرف أن هذا الرجل يقوم بأدوار في الكواليس خطيرة جدا لا تتماشى مع أخلاقيات الكرة. موتسيبي نفسه كان يقول هذا الكلام ودخل في خصام وتلاسن مع فوزي لقجع. التلاسن بات معروفا بين الرجلين، ولكن يبدو بأن الأحضان التي وقعت بينهما، هذا هو الحضن الشهير الآن، قبل يومين موتسيبي لما ذهب إلى المغرب احتضن لقجع. الصحافة المغربية قالت حدثت مصالحة بين الرجلين، لا ندري. وموتسيبي هنأ طبعا لقجع بمقر الاتحاد الجديد لكرة القدم في المغرب. فالصحافة المغربية التي لها خيال واسع قالت خلاص ضمننا الكان، موتسيبي معنا، الجزائر كل سيناريوهاتها خابت وسقطت في الماء. حسابات يعني خيالية تماما. لا ندري مدى صحة هذا الكلام وأي دور يلعبه موتسيبي. وهذه المصالحة والأحضان، هل هي أحضان حقيقية أم دبلوماسية؟ معي الزميل زين عامر الصحفي الرياضي عبر الهاتف. زين، مساء الخير، مرحبا بك. مساء الخير قدا، وتحية رياضية لكل مشاهدي قناة الشروق. زين، نبداو بلقطة حسام عبد المجيد نجم منتخب مصر لما رفض مصافحة لقجع. يعني كيف تقرأ هذه الصورة، هذا اللقطة؟ هذه اللقطة يعني تدل أن هناك أيضا زيادة على الصراع القائم بين الاتحاد المغربي وبعض الاتحاديات الأخرى من الاتحادية الجزائرية. هناك صراع أيضا مع الاتحاد المصري، لأن كما تعلم أخي قادة أن مصر التي تربعت على الكاف لمدة سنوات يعني لقات روحها اليوم أن المغرب هي التي تتحكم في الكواليس. وزيد على ذلك يعني كاين أمور حدثت من قبل اللي خلات اليوم هذا اللاعب يعني المصري لا يصافح رئيس الاتحاد المغربي. طيب، ويبدو بأن الاستياء من لقجع امتد إلى الاتحاد المصري كما تقول، وبات هذا الرجل معروفا بكولسته التي حتى على حساب المصريين الذين كانوا يتهمون في السابق بأن مقر الكاف في القاهرة وهم الأبطال الكولسة. يبدو بأن الجميع الآن يدرك بأن فوزي لقجع أصبح هو رقم واحد في الكولسة في الكاف. والله خليني أقول لك أخي قادة بكل صراحة أن هذا الإنسان، لأن حقيقة لولا احترام يعني الناس يعني هذا نقولوا الفاعل كإنسان، نقول لك هو سرطان قاتل، سيصبح سرطان قاتل للكرة الإفريقية، لأن اليوم ولا يعني يعمل بأشياء صبيانية أنا نسميها، لأن أصبح صبياني حقيقة، خاصة بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها في بلده، أن يعني أكد أن المغرب هي التي ستحتضن فعاليات كأس إفريقيا 2025. وهذه نقولها لك يعني حقيقة احنا كنا ننتظر أن بعد قدوم موتسيبي الأشياء تتغير، لأن صحيح. لما نقول هذا الشيء الكل يعرف أن الكاف منذ زمان وهي تعمل في الكواليس ومعروف
معروفه ان ما عندها حتى مصداقيه، ولكن بقدوم هذا الرجل الكل كان ينتظر عوده مصداقيه الكاف، خاصه انه هو رجل اعمال غني. كنا نقول ان يعني ماهوش كما نقولوا بالعاميه يطيح في هذه التلاعبات في الكواليس، ولكن اليوم نظن مصداقيه الكاف راهي في يعني في المهام. طيب كان من المفروض بعدما قال لقجع ما قاله وسرب او قال بان المغرب خلاص سوف يحتضن هذه النهائيات، الجميع والقانون يقول بانه كان يجب ان يعاقب، ولكن موتسيبي ذهب واخذه